ايه الفرق ما بين الجي 1 فيزا، الاتش 1 بي فيزا، والجرين كارد والسيتيزن شيب لو سمحت؟ يعني انت مش محتاج انا اللي اجاوب عليك، انت محتاج السفاره الامريكيه تيجي تجاوب عليك. بصراحه يعني الفروق ما بينهم يمكن تكون مبهمه بالنسبه لي لسه مش قوي، ولكن انا اقول لك المعلومات اللي انا اعرفها. الجي 1 فيزا بتتاخد كفيزا عمل، لو انت مثلا طالع على ريسيرش بوزيشن او اي شغل عامه تاخد جي 1 فيزا. الاتش 1 بي فيزا دي برضه فيزا عمل، بس بيقولوا انها افضل من الجي 1 فيزا، عشان الجي 1 فيزا فيها مشكله كده ان انت لما بتسافر وتخلص الريزيدنسي لازم تخدم سنتين في مكان رورال، يا اما ترجع تغير طيب وفي الفيزا من بلدك. في حته كده رخمه في الجي 1 فيزا لما بتخلص او لما بتخلص الريزيدنسي بتعمل لك مشكله ان انت تبقى ايه اتندنج فيزيشن في امريكا. فانا ما اعرفش بالظبط المشكله دي ايه، ولكن لما سالت ده الكلام اللي اتقال لي، واتقال لي عشان كده ان الاتش 1 بي فيزا بتبقى افضل في اي بروجرام بيسبونسر الاتش 1 بي فيزا، بيبقى الكومبيتيتيفنس عليه اكتر عشان انت اوريدي هتترحم من المشكله دي. طبعا الجرين كارد والسيتيزن شيب دول احسن حاجه، انت اوريدي مواطن امريكي تقدر تقعد في امريكا حتى لو مش هتمارس الطب خالص. اما التقديم عليهم فما عنديش اي فكره عنه بصراحه.